السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحه جيده. اليوم غادي نشارك معكم ميني بسطيلات او بسطيلات صغار بالحوت اللي كيجيو رائعين في المذاق، كيجيو لذاذ بزاف وساهلين في التحضير. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه، عندي هنا الكالامار، القمرون، الفيلي الابيض، معدنوس مقطع رقيق، الشامبينيون، الفلفل الاحمر مقطع رقيق، عصير حامضه، المعجون البابريكا أي الفلفل الأحمر، معجون الطماطم، الثومة محكوكة. هنا ما نكتروش الثومة لأن عندنا الحوت طري، فما نكتروش الثوم، غير واحد 3-4 ديال الفصوص ديال الثومة. عندي هنا الهريسة، بابريكا، الفلفل الأسود، الكمون، صلصة الصوجة والشعرية الصينية. والكمية ديال الحوت على حسب شحال بغيتو ديرو ديال البسطيلات، تقدروا ديروا شحال ما بغيتو. فبالنسبه للقمرون انا قشرته، وداك القشور ديالو غادي نزيد عليه الماء وغادي نخليه يطبخ واحد 10 ديال الدقائق، باش داك الماء من بعد غادي نصفيه ونوضع فيه الشعريه الصينيه. في الاول غادي نوجد شرموله اللي غادي نشرمل بها الفيلي الابيض، لانه غادي ندخلو للفران. غادي نوضع واحد الكميه ديال المعدنوس، واحد شويه ديال فصوص الثومه محكوك على حساب 2 حبات، واحد شويه ديال العصير ديال الحامض، معجون بابريكا، وواحد شويه ديال معجون الطماطم. وبالنسبه للتوابل غادي نوضع واحد شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الكمون، واحد شويه ديال البابريكا، صلصه الصوجه، وواحد شويه ديال الملحه والزيت البلديه. وغادي نخلط هاد المكونات كاملين حتى كينسجموا، ومن بعد غادي نشرمل بها الحوت الابيض. كنشرمل الحوت وكنوضعو في الصينيه ديال الفرن، كنكون فرشت له الكارت ديال الفران، ومن بعد غادي ندخلو الفران. كنكون سخنته من قبل على اعلى درجه ومشعول من التحت والفوق، وكنخليه يطيب على واحد المده ديال 10-15 دقيقه، راه ما كياخذش وقت طويل. بالنسبه لهذا الفيل الابيض البنات انا استعملت ديال ليدل، يعني ديال المجمد، اما القمرون والكالامار فهما طريين. وهذا النوع ديال الفيلي من الاحسن ندخلوه للفران لانه هو كيطلق الماء بزاف. ومن بعد هذاك الماء اللي غلا فيه القمرون صفيته ووضعت فيه الشعريه الصينيه باش ترطب. غادي ناخذ واحد المقلاة وغادي نوضع فيها معلقه كبيره ديال الزبده وواحد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نضيف له الفلفل الاحمر، وغادي نخليه يتشحر واحد شويه. من بعد ما كيتشحر غادي نضيف له الشامبينيون. هنا تقدروا تستعملوا المعلب او الطري اللي كان موجود. ومن بعد غادي نضيف الكالامار وغادي نخلط هاد المكونات كاملين. من بعد غادي نضيف ديك الشرموله اللي شاطت عليا، وغادي نزيد واحد الكميه كبيره ديال المعدنوس، وواحد شويه ديال فصوص الثومه، كذلك واحد 2 ولا 3 الحبات الا بزاف. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال معجون الطماطم، وواحد المعلقه صغيره ديال معجون الفلفل الاحمر اي ديال البابريكا، وواحد شويه ديال الهريسه. وبالنسبه للتوابل غادي نوضع واحد نصف معلقه ديال الابزار، واحد نصف معلقه ديال الكمون، وواحد نصف معلقه ديال الفلفل الاحمر. وغادي نضيف واحد شويه ديال صلصه الصوجه على حساب معلقه كبيره، وواحد شويه ديال الملحه، وتقريبا عصير ديال نصف حامضه. غادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نخليهم يتشحروا واحد شويه، وكل مره كنبقى نخلط حتى كتفوت واحد 7 دقائق على الكالامار. عاد كنضيف القمرون، من بعد غادي نضيف القمرون في الاخير. بالنسبه للكالامار والقمرون راه ما كياخذوش وقت كبير بزاف في الطياب، لان الكالامار الا طاب اكثر من القياس كيولي داير بحال لاستيك. وفي الاخير غادي نخلط هاد المكونات كاملين اللي وجدت. غادي نضيف شعريه صينيه، انا الشعريه الصينيه راني قطعتها رقيقه صافي، وضفت لها الفيلي الابيض، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين وغادي نخليها تبرد. الا خدمنا وهي عاد سخونه كتقطع لنا الورقه. وبالنسبه للورقه انا خدمت بهذه ديال المجمد. الصراحه اول مره نستعملها ولكن ما عجبتنيش نهائيا، ما ننصحكمش انكم تخدموا بها. انا ننصحكم ديال الثلاجه العاديه، الصراحه كتكون زوينه كما كانت كتكون احسن. انا هذه ما عجبتنيش وما باقيش عاد نجيبها مره اخرى. شوفوا كي لقيتها مقطعه من الاول. صافي هنا غادي نطويها على زوج وغادي نقسمها بهذا الشكل، ونولي عاود نقسمها بهذه الطريقه.
باش تسهل عليا الخدمه. ومن بعد غادي نغطيها، بعد غادي نردها في هذا البلاستيك، نغطيها ونوضعها في واحد المنديل ونبقى نجبد غير باش نخدم. هنا غادي ناخذ واحد زوج ورقات، خديت في الاول جوج ورقات بهذه الطريقه وعمرت فيها الحشوه، وغادي نولي نجمعها. هنا الا جات لكم كبيره بزاف ولا حاولوا تنقصوا شويه بها. غادي نجمع هكا وانا كنطوي غادي نستعمل الزبده الدائبه، غادي ندهنها بالزبده مزيان. وهنا غادي نغطيها عاود بواحد جوج ورقات اخرين لان بانت لي رقيقه، فغادي نغطيها بهذا الشكل. وغادي ندهنها كذلك بالزبده من الفوق ومن التحت. هنا بالنسبه للمره الزوجه انا استعملت بزاف ديال الورقات، خدمت باربعه الورقات مره واحده، يعني باش ما نبقاش ندير الخدمه معاوده، يعني بلا ما نغطيها مره اخرى. فعمرت فيها الحشوه كما كتشاهدوا معايا، وغادي نحاول نطوي الاطراف وانا كندهن بالزبده كما كتشاهدوا معايا بهذه الطريقه. وغادي ندهنها بالزبده مزيان. هنا كتجي مقاده، يعني من الاول استعملوا 4 5 ديال الورقات وتجي لكم الخدمه سهله. فبالنسبه للورقه ديال الفيل والبنات كاع ما تخافوش منها، ديروا 5 6 راه ما كتجيش ثقيله، راه كتجي خفيفه في الاكل. يعني وشحال ما خدمتوا وشحال ما استعملتوا من ورقه راه كتجي خفيفه، ماشي بحال ماشي بحال هذيك الخضره. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نبقى نطوي وانا كندهن بالزبده. غادي ندهنها بالزبده مزيان وكنضغطوا عليها واحد شويه، ومن بعد كنقلبها بهذا الشكل وكندهنها بالزبده. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هاد الطريقه سهله، يعني ما كتخليناش اننا نعاودوا نغطيوها مره اخرى، كتسهل علينا الخدمه ودغيا كنكملوا. وكذلك في الوسط نتاع من كان نستعملوا الورقه في الاول، في الوسط نقدروا نستعملوا حتى دوك القطع ديال الورقه ديال الفيلو اللي كتشيط لنا، كنعمروا فيها يعني لتحت، يعني باش ما تقطعش. صافي وغادي نستمر هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. ومن بعد ما كملت البسطيلات هنا غادي نعاود ندهنهم بالزبده، وكندخلهم الفران مشعل من التحت والفوق على درجه حراره 170، وكنهود الصينيه شويه لتحت. صافي وكنخليهم يطيبوا على نار مهيله حتى كنتلاقاهم طابوا من التحت، كنعاود نطلعهم الفوق باش يتحمروا شويه ونخرجهم. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، والفيديو حتى هو يكون عجبكم. نخليكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.